يا هلا والله وغلا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. حياك الله. احنا بزيارة للشيخ ورجل الأعمال صالح بن عبد الله البازعي. مساك الله بالخير أبو عبد الله. يا هلا، حياك الله. شو صحك؟ طيب الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. لا طيب وبخير ابشرك. أبو عبد الله، أنا من الأشياء اللي تعجبن بلقاءاتك إنك تقول إني أنا بديت من الصفرين. اي نعم. وهي الحقيقة ما هي بصفرين، هن 4 أصفار. أنت يتيم أبو ويتيم أم وفقير ولا تعلمت. أنت أمي إلى الحين. اي نعم، إلى الحين وإلى الحين. وأنت ما شاء الله الحين يا أبو عبد الله وكيل. أنا الآن من رجال الثروة. من رجال الثروة، ووكيل واحدة من أهم وكالات تيوتا. السيارات على مستوى العالم، تويوتا. اي نعم. نبي البداية طال عمرك. البداية كانت طال عمركم صفرين. إيه. العلم صفر والمال صفر، كل 2 صفر كلهن. نعم. واشتغلت برامكو. إيه. وتعلمت شوي انجليزي تعلمت الإدارة وش تكون، علمت شلون تكون. لا ما كنا نعرف شيء. وكانت البداية لي من صفرين. أيوة. العلم صفر والمال صفر. وزود العادة الوالد متوفي والوالد متوفي. هي ذولا هي ما هم نقوم معك بعمل، فلكن اللي يقوم معك بعمل اللي معك. صح. كيف؟ فكانت البداية من صفرين والنهاية ما شاء الله تبارك الله من صناع الثروة. ما شاء الله تبارك الله. ها؟ بسأل أبو عبد الله طال عمرك عن أول حدرة لك مع عقيل. كم عمرك كان؟ ايه جيت النقطة. أول سفرة مع عقيل. إيه. عقيل بيسافرون نصفهم أنا خالهم. إيه، نصف الحملة أنت خال لهم. خال لهم. ومتى يبوا يمشون الحملة ماشية، لكن هم الأمراء الربص الدردي يبوا يمشون بعد ما تصل رحلاتهم. إيه. اللي قال نمشي بعد أسبوع، واللي قال نمشي بعد 3 أيام، واللي قال نمشي. احنا مشينا الحين. إيه. وراهم ما علموك أصلا. ما يبونا نفس الضرس. نفس الضرس. بياكلوا شرب. وصغير أنت كالولد. صغير عمري 15 14. قلبنا بلاشبه ذا. الحاصل مشوا خفن مني. إيه. فلكن أنا عندي معلوماتهم. إيه كفو. تعطين حد أخواتي صغير ثامر، احنا مثل هالوقت لا هو برد ولا هو بحر. وراهم ضحيت، عشوا عشيت. أنت تمشي بثارهم ما عنقتهم. لا ما عنقتهم بس. إيه. بس يشوفوا. إيه. هم يشوفونا. كفو. سيطردونا. إيه. اليوم الثالث يوم نزلوا العصر ولا معهم، والله شانت وجيههم. إيه. ولما الدبيخي اليوم قال من اخوياي وبطرشه. كفو. من هو؟ الدبيخي. وش اسمه؟ عثمان دبيخي. اي نعم، بيض الله الف وجهه. الله يغفر له. قال من اخوياي وطرشه. وبطرشه. تستاهل والله. وصل عند الدلال. كفو. جت الذبيحه اول ما ذبحها انا، الحطب اول ما يجيبها انا. بريح. يعني ما تذهب قهوتي لك شنوان. ما شاء الله تبارك الله. تعرف. لكن ابو عبد الله، انت عقب ما جيت من العقيلات اشتغلت برامكو. نعم. وفيه واحد جدع عليك كلمه يا ابو عبد الله. ايه. وصارت بخاطرك. نعم. زين. وبسببه افصلت وتقول اني فكرت بالانتحار. نبي هالسالفه طال عمرك وش انتهت عليه؟ انتهت على خير ابشرك. انا فصلت من الشركه. انا ضربت امريكي
ذاك اليوم ضربتي بيدي مثل ضربة كبزنات. مثل ضربة ايش؟ مثل ضربة كبزنات. بجنات. اي انت ضاربه بيدك. ضربتي بيدي مثل ضربة كانت بلزنات. لا اله الا الله. ليه؟ ما شاء الله تبارك لأن الله. قوتي ذاك اليوم قوي، وقلبي الكلام كله عند القلب. ايه القلب قوي ايه. وضربتي قوية. انت وراك ضربت الامريكي. أنا جيت واشتغلت المكان، ما عمري سويت مثل هذا. ما أروح إلا بوقت واحد ولا أجي إلا بوقت واحد. ايه الناس ذولا شلون يشوفون يضحكون ويحسون ايه وهم بهالحالة حسبهم مثلي، ايه. هم مبسوطين وأنا منغاب. جيت أروح أصلي من هنا ومن هنا ومن هنا، قال أمريكي الصلاة وش؟ ايه الولد ذا فتت يصلي ولا يروح الحمام ولا يروح يصلي ولا. خلاص صليت صلاة العصر والظهر بس وقتي، وقف علي ولا هي أصلي وقت ما هي وقت صلاة صحيح، ما يبغى صلاة صحيح. ولا ما أعرف إنجليزي، فكنت له خطأ عرفت وراه شيء. ايه. ولا عندي لبيبس بانتز قدامي، يوم شلتها من الحاش وبنعطيها إياه. وش ضربته به؟ بسبانة. بسبانة. مفاتيح سبيل ذي. ويطيح ويشيلونه وميت. جات بها الضربة؟ ما مات. ايه. ما مات. فكه أنا الله. ودي ولو ميت، كان بديته 7 ترين. فكه الله. إلى طول العمر شالوه للسجن، وهو شالوه مستشفى ما مات. هذه بشر أذكر ما مات بشر، قلت أنا بشرك ورا خير ليته ميت. أنا حسبه ميت. لا والله فكه الله يا ابو عبد الله. ايوه انا ولا فكر انا انت بعد. كنت انا وواحد انا خاله ايه بغرفة واحدة. انا تركت الحين من الشركة وصرت انا وبتنى بالغرفة. هو يشتغل وانا ما اشتغل، صح؟ الا. طيب إذا صار خويك زميلك يشتغل وأنت ما تشتغل، ما تسوي الغداء، الا. ما تسوي الشاي، صحيح. ما تغسل فناجين. الا. كلنا نمر ما يصير الواحد ضرس علو. شفت كيف؟ جانا واحد مثل ذا يعرفنا كلنا. يوم طلع راح للعمل قال يا أخ صالح معلوماتك لو يدرونها لك انك تغسل مواعين. انا ما رديت عليه، فلكن اخذت بنفسي اني انتحر ولا يدرون هذه ارجع لهذه. وكانوا انا عمري 17. ارجع بدك على الحين مفصول من الشركه والامريكي بغت تذبحه. زهود علي هالكلمه اللي غبنك. عمر اروح بالبحر. تبي البحر؟ اي والله ما يهلك الا البحر على طول. احنا الحين بالمشعب. ايه. والمشعب فيها السكوك اللي تشيل البيض من المراكب توديها البر. ايه. حتحط له خط جوي، خط 60 متر ارتفاعه ب20 كيلو. ايه. وسواقه مثل سواق الطائرة، لا أغلى من سواق الطائرة. أمريكان. ايه كلهم أمريكان ذولا. إيه أغلى من سواق الطائرة. أنا جيت وقلت لهم أنا بشتغل بعد. أكلم المدير بجنبه هو واحد كبره مرتين.
ضحك علي المدير. تعرف؟ قلت له بتعلم. كفو. قالوا مال ابوك تعلم. ومال ابوك. يقول امريكي ذا. ايه. امريكا اللي جالس يوم طلعت كان ذا ولد شباب وصاحي شغله. كفو زين. ترى الولد ذا صاحي وشغله. ايه. سوتوني بشغله. طيب ما عندي مانع، فلكن اللي يجيهم يبي يشتغل يخاف ولا يشتغل. وراهم يخافون. خطر. ايه خط من فوق. ايه. كيلو 50 كيلو. أنا أدور رموت. أبي أموت اللي يجيب ما أجي. اشتغلت. أدير مثلي ما يبغى الشغل دي. ايه. أنا يناظر أمريكا وداخل لا ما بقبل. شبه كل واحد اللي ما تغير بشيء. لا تغير لوني ولا دمي ولا فكري ولا هذا أنا خطر ذا. ايه. يعني واللي يطيح بهالبحر بياكلوا شو اسمه القرش. القرش. ايه. المهم اني سلمت من هذول كلهن واصير سواق درجة أولى بالسكوك. راتب هالعالم ذي 6 ريال. ايه. وانا راتبي 58. ما شاء الله تبارك الله. اي والله. وقبل يوم انت تسبع موعين تاخذ ريال. خيره. اي والله. اي والله خيره. 57 ريال. لا 58 ريال. ما شاء الله تبارك الله. باليوم. اني مثلي ياخذ بالدولار. ايه. انا بالريال. ولو زين. والحمد لله ما أجي شيء إلا أنجح فيه. الحمد لله. اللهم لك الحمد. بفضل الله. وإلى الآن الحمد لله ناجح. تستاهل كل خير ابو عبد الله. وإلى الآن عملي ناجح. الحمد لله. وعيالي ناجحين وبناتي ناجحات. ما شاء الله تبارك الله. والحمد لله. حرصت على تعليمهم ابو عبد الله؟ ها؟ العيال حرصت على انهم يتعلمون؟ حرصت على العيال والبنات كلهم. ايه. ما شاء الله. وعبد الله نبي طال عمرك بدايتك بمجال التجارة، كيف دخلت هالمجال هذا إلى أنك وصلت الحين وكيل لشركة تويوتا؟ والله طول عمرنا الحمد لله النجاح يجيك من الله. سهم ترى 2 مليون. 2 مليون. 2 مليون. ال 2 مليون ذي أنا ما أعرف حساب. إيه. ولا سألتهم كم يطلع سامة كذا، ما دريت أنها تطلع ب 2 مليون. سنبيع. إيه. حسب 200,000. ما اعتلمت؟ لا ما حسبته. إيه. ولا ما اعتلم. فلكن ما حسبت أنها تطلع بهالشكل. ولو أراد أني أخذت من السابق كان ما يحتاج. لكن عاد يوم دري أنا عبد اللطيف جبيل. إيه. وأنا أشتغل معهم بالسيارات أعطاني التوكيل. إيه. هذه بدايك مع عبد اللطيف جميل. عبد اللطيف جميل الله يغفر له. إيه. هالمبلغ يوم طلع عليه هالمبلغ. إيه. أعطاني الوكالة بالمنطقة الوسطى. بالمنطقة الوسطى. اي المنطقة الوسطى. المملكة كلها هي. قبل التوكيل اللي اخذته من عبد اللطيف جميل، وش كان مجالك؟ شغال بأي مجال أنت؟ شغال بالسيارات. بالسيارات. هنا. أها. بيع ولا صيانة؟ صيانة وبيع. كلهن. إيه. بس قبل ما كانت تويوتا بالشهرة هذه ابو عبد الله. أنا اللي شعرته. تستاهل. كيف؟ أنا كثرت قطع الغيار. إيه. ومنت قطع الغيار
وأمنت السيارات. ولما تكون السيارة لها قطع غيار تشرى. اي صحيح صحيح. لكن ابو عبد الله في اشكاليه ان في بعض الوكلاء ياخذ السياره من البلد المصنع ومن لا منه وصلت هنا بدا يفكك من اكسسواراته ويحط شيء ما هو باصلي. هذا غشاش. هذه مشكله ابو عبد الله، الناس تعاني منه. هذا غشاش. لازم انه يعاقب، ما يكفي بس انه لازم يعاقب. هذا خيانه. تحصل ذي يا ابو عبد الله. ايه هذا خيانه الكبرى. ايه عبد الله سافرت لليابان. ايه وجيت المصنع تويوتا. ايه نبي مشاهداتك هناك، وش شفت؟ والله شفت شيء ما عمري شفته. وش اللي صار؟ شفت عمرك الأعمال الرخيصة هناك. والأراضي رخيصة، مستودعاتهم وعملتهم كلها برا. تجي السيارة مشدودة خاصة. ومفحوصة. لأن هناك الأعمال الرخيصة. أيوة. والأراضي رخيصة كمستودعات. أيوة. وتحط بها الشركة مستودعاتها هناك باليابان. اي مستودعاتها هناك وعمالتها هناك، ما تجيب السيارة إلا 100%. هم تسفر قطع غيارها. أبو عبد الله وش يميز الصناعة اليابانية عن الأمريكية؟ السيارة اليابانية وش يميزها عن الأمريكية؟ الرخص. الرخص. اي هذه غالية. كل يوم أمريكية عندنا صرنا أمريكية هذه نوع. اي وهي صارت أرضى شيء. صارت اليابانية أطيب منها. صارت اليابانية أزين. اي أبو عبد الله بسأل، أنت ما تركب إلا تويوتا ولا تركب سيارات ثانية؟ تركب أي شيء. تركب أي شيء. إيه. وش أحب سيارة لك؟ أحب سيارة المرسيدس. المرسيدس. إيه. ليش؟ هي أغلى سيارة وهي زين سيارة وهي أقوى سيارة. أبو عبد الله لو يجيك شاب صغير بيشاورك بمجال التجارة وش تنصحه؟ التجارة عامة، كود يحدد وين يبي من التجارة. التجارة واسعة، مجالاتها كثيرة. مجالاتها كثيرة. نعم. كود يحدد حتى تعرف قوته. نفرض انه بيشتغل بقطع الغيار. ايه هذه قطع الغيار من الموارد الصحيحة. ايوه المطلوبة. إذا ساهم فيها أو أخذ أكثر منها نجح. ايوه. ابو عبد الله اللي يبي يشاورك طال عمرك على الأوقاف، أفضل وقف تراه أنه مناسب للي يبي يحط وقف له أو لوالديه وش هو؟ والله شوف، الوقف بيد اللي يبي يمسكه. مهما تحطه مكان إلا كان على اليد اللي يحتاج إدارة، يحتاج اليد الأمينة. أيوة. إيه. مجال بأي مجال لازم عليه أحد، لازم يصير أمين، قوي أمين، أو يصير نصراني. إيه لكنه أمين. نصراني. إيه نصراني أمين. عبد الله بعد دخولك بهالمجال اللي هو وكالة السيارات مريت بأزمات مالية؟ كل يوم. كل يوم. طيب شلون تجاوز بعد؟ شلون تعامل مع الأزمة المالية أنت؟ بالأعذار والبال السمح. إيه البال السمح. والتسامح. إيه. إيه. أكبر خسارة أبو عبد الله مرت بك وش هي؟ أكبر خسارة 2. وش أبو عبد الله؟ موتة أحد عيالي الغالي المدير الأعمال لي. هذا من أقرب عيالك لك وملازم شغلك. نعم.
ومدير أعمالي الله يغفر له. أيهم ذا؟ محمد وعمدة الله يغفر له. الله يغفر له يرحمه. حطيته عمدة وعمره 17 سنة. آمن الجنة. قال نايف السديري ما يصير عمدة بالمدينة. قلت والله ما يصير عمدة بالمدينة وادخاله كفو. يصير عمدة مكة. كارثة. لأنه كفو بعد. اي والله تكفو. ايه هذه من الامور. توفي وشلون يا ابو عبد الله هو؟ توفي بحادث؟ اي ولا دور النفس. والله نفس وانا حاضره لكن ما لها دنيا. الله يغفر له ويرحمه. ما لها رد تامة. الحمد لله. والله اني حاضر. مقدر كاين. هذه الخسارة الأولى. اي. الخسارة الثانية وش يا ابو عبد الله؟ الخسارة الثانية عاد بالمال. ولا عاد العيال خسارتهم ما تحسب. أنا أشهد. لا وذا ما هو بسهل. الله يغفر له. الله يغفر له ويرحمه. وعرفوه كل الناس. وبعض العيال يا ابو عبد الله يصير عوض النفس. أكثد والله من النفس. ولا ودي ولا ساتن بي ولا أبوه. آمن الجنة. الله يغفر له ويرحمه. حظه والله انك راض عليه يا ابو عبد الله. اقول حظه انك راض عليه. والله الحمد لله والله راضي عليه واحبه الى الحي واحب عياله. آمن الجنة. بقول اقول ذا منهم ولا قد من عيالي. عياله وحين اغلى من عيالي. عياله اغلى من عيالك. اي والله. آمن الجنة. رجاله خير ان شاء الله. وعياله رجاله بس. الحمد لله. من خلف ما مات يا ابو عبد الله. نعم. ابو عبد الله الخسارة المالية كم وصلت؟ الخسارة راحت عمرك بشري جبال العمر مكة. فراحت وسبرت الملايين وراح. خسرت كم؟ خسرت 230 مليون. 230 مليون دول كلهم خسارة. اي بس كانه والله عيالي ما دريوا. ما شاء الله تبارك الله. والله. حي والله ما عزلانك جبل يا ابو عبد الله. اي والله ما دريوا. عزلانك جبل. شلون قويت نفسك يا ابو عبد الله؟ 230 مليون دول ما بلعب، ربع مليار. والله ما يبلع. لا لو بدأت الحين إيه؟ ثمانينات. لكن الحمد لله الخير ما اختاره الله. لا شك. اللهم لك الحمد والشكر. من بتحسب والله. ابد. لا والله. هذه ميزه يا ابو عبد الله. والله. ما تلتفت وراء. من ابغى لا تحسب. ان متغددا يا عيالي كالعاده. لا علمتهم ولا شيء. الحمد لله. اللي جابه نجيب غيره ولا الحمد. وجاب الله غيره. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد والشكر. اي والله الله جاب الله غيره. في تجار من ربعك انكسروا يا ابو عبد الله؟ اي كثير. وانا انكسرت عدة مرات. وقيل لهم راي. وش؟ إذا بغيت تشارك أنت وياه. إيه؟ قال أنت اللي انكسرت. قلت له لا. قال ما تصلح لي. لا لازم التاجر يصير منكسر. هذا إيه؟ هذا نيشان على صدره. نعم هذا مجرب. إيه؟ أنت الجهة الثانية أنت خسرت. قال لي خسرت مرتين. قال لي أنت رفيقي. إيه؟ اللي خسر يحسب ويتعلم ولا يتوهق. اللي خسر يحاسب ويتعلم ولا يتوهق. ولا يتوهق. إيه؟ تفكه من التسرع ذي. أيوة. تجعد راسه. والله دروس يا ابو عبد الله.
أقول دروس الحياة. لا شك. أبو عبد الله ما قصرت. الحمد لله. الله يعطيك العافية وياك. ويرضى على والديك ويسلم عمرك. آمين. ويديم عزك لعيالك. جزاك الله خير. آمين آمين إن شاء الله.